كل فنان تكون له رحلته الخاصة بين الدراسة والبدايات واختيار الأدوار، ومع كل تجربة تتشكل شخصية فنية تختلف عن غيرها. اليوم بنسولف عن محطات صنعت حضور على الشاشة والمسرح والفن بشكل عام، وراح نتوقف عن تجاربهم وتحدياتهم. حياكم الله الفنانة غدير السبتي والفنان أحمد النجار. الله يحييك. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساكم الله بالخيرات يا حبيبي. انا دائما لما نجمع الفنانين بلاد الكويت احب اسال السؤال الاول عن التقوا قبل بعمل بشيء تعرفون بعض. اي ثلاث اعمال ويا بعض. اعتقد ثلاث اعمال. هو كان جنيه وامينه حاف و حرام لك. احمد ما شاء الله. اي ما شاء الله ذاكرتك وايد قويه. انت ناسيه لان اكيد عمرك بال40، انا 50 فذاكرتي خلاص. العمر كله ان شاء الله يا رب. العمر كله يا رب. الله يخليك. واحنا بالبدايه تكلمنا عن الهوايات وشفناك مع زميلنا محمد رضا ما شاء الله مع الاكله الاسبانيه الجميله اللي سويتيها. ما ذقنا البقيه. اخترتيها لان دراستك قلتي بالتقرير عن باسبانيا. في اسبانيا. وانا يعني من عشاق الاكل الاسباني، الاكل الاسباني وايد لذيذ، قريب وايد على العربي بحكم انه 700 سنه حكموهم العرب. صح. فوايد وايد الاكل، بهاراتهم، اكلهم، طعم الاكل قريب وايد على العربي. فانا مطعمي اوريدي انترناشونال، فاخترت ان البقيه لازم تكون موجودة من ضمن المنيو. فالحمد لله ما شاء الله يعني عليها اقبال وايد عجيب ما توقعته. واليوم جايبت لنا نكسه طبق شكله يشوق. شنو هذا؟ هذا محشي بصل. الله. محشي البصل. الشيء الحلو ان اي زبون يذوقه او اي زبونه تذوقه تقول لي محشي يدتي. الله حلو. طعم يدتي من الريحه طعم البيت. فالحمد لله توفقت فيه وايد. احمد وانا طالع يعني. احمد للحين ما جرب اكل الغدير. للحين صدق. انا جربت طباخه ايام كنا نصور مسلسل جنيه في دبي. طباخه. بس المطعم ما حصل لي نصيب له. اليوم راح تجرب شيء منه هني موجود ان شاء الله. ان شاء الله. والناس يعني وهي قاعد طالعه غدير تو اللقطات تقول مشتاقه حق الشاشه ومشتاقه على الكاميرا. وايد. والناس مشتاقين لك يعني قاعد يقولون ليش الغياب اللي صار من سنه. شوف اول شيء المطعم ترى ما له شغل يعني بغياب يعني الكاميرا. هو السبب. لا ما لقيت للحين الدور اللي استفزني. يعني اخر دور سويته وايد حلو وحبيته وايد صدف. دور تهاني كان وايد حلو، سايكو مركب، شخصيه وايد جميله كانت. بعدها كل دور يجيني صراحه ما قاعد يستفزني الدور. العمل بشكل عام ما احسه انه يعني يخليني اهد المطعم واهد زبايني واروح لا. انا قلت يعني ما راح اهد المطعم اللي انا كنت يعني اتمناه صراحه. كنت اشتغل ليل ونهار علشان افتح هذا البزنس، فما راح اهد مكاني ورزقي ومطعمي الا صج دور يعني يستفزني، خليني اقول الحين ابي اوقع. وفي شيء من اللي انعرض كان معروض عليك وحسيتي انه فعلا طافني او ليش فوتت علي ولا لا؟ ولا دور يعني استفزني ولا دور قلت وي حسافه يا ليت انا كنت ماخذته ابدا. نهائي. تدرين ليش؟ لان انا لما اقرا وايد اقرا بتمعن وايد. وانا اقرا اشوف الشخصيه ومو بس اقرا شخصيتي، اقرا تخيلينها. اتخيلها وايد، اتخيلها والله. وانا اقرا اتخيل حتى شكلها شنو. فما في شخصيه شيء خلتني الله. تدخلين بشكل الشخصيه وقت اللي تقدمينها؟ انا اسويها. لانه يعني ما شاء الله عليك معروفه بالكاركترات وبطريقه الكلام، البادي لانجوج، الشكل. انا اسوي الشخصيه لان ترى هذه دراستنا. يعني احنا ندرس الطالب انه شلون يكون الشخصيه، ابعادها، ابعاد النفسيه، الاجتماعيه، الماديه حق الشخصيه. فانا لما تجيني شخصيه لا ادرسها عدل، ادرس حتى اقل شيء ظفرها، ادرس شلون لازم اظافرها تكون، لازم شلون لون الظفر، لازم شلون شكل الظفر، يعني اقل شيء اللي يمكن ما بالعين شيء. دقيقة. عشان كذي يمكن الكل يمدح مطعمك، يقول الأطباق كلها قوية. لأنه وايد دقيقة في كل حياتي ترى، بس والله الدقة موديتني في داهية.
راح نتكلم ان شاء الله عن هالتفاصيل. احمد، يعني بين الهوايات اللي تكلمنا عنها بدايه الحلقه وما شاء الله عليها غدير، يعني متجهه بقوه الحين الى الطبخ والشغل البزنس، انت وين تشوف نفسك؟ انت دخلت الفن متاخر تقريبا صح. اي، ومع هالفن وين حاسس نفسك قاعد تقضي وقتك، تروح شنو هواياتك والله الثانيه؟ الفن خلانا ما نقضي وقتنا مكان ثاني كله الصراحه مسرح. زحمه يعني شوي. الحمد لله هي رزقة رب العالمين، عقاتهم مشغولين. بس انا كنت ارسم وكنت رياضي، بس الحين مع الشغل ما شاء الله صرنا لا رياضيين ولا قدرنا ولا نرسم. نرسم ولا في تدري إن انا اول مره اعرف هالمعلومه. والله احمد انت ترسم؟ إيه، ارسم بس خاف رسم واحنا اطفال نشخبط. لا رسم ارسم قواش وارسم كاريكاتير وهذا. بس مشاغل الدنيا خلتني على قولتهم انسى القلم. جربت العام يمكن ارسم، الايد صايره ثقيله يعني على قولتهم يبي لها مره ثانيه. مع ذلك مشغول الظاهر بالفن. ماكو وقت والله. ماكو وقت. انزين احمد، يعني انت دخلت الفن متاخر بس ما شاء الله عندك 36 عمل. الحمد لله. وقاعد نشوفك حريص في كل موسم انك انت تطلع في اعمال فنيه. شلون قاعد تختار العمل اللي يناسبك في ظل هذه الزحمه وفي ظل انك انت تبي تلحق؟ والله ما ادري الصراحه. يعني انا عندي هالسنه هذه يمكن يعني عسى الله يكتب لي احضر على قولتهم موسم رمضان، لان عندي أنا تجربه جديده هي تجربه المسرح. حلو. ومثل ما انتم عارفين عندنا دوره بالخليج وروحه ورده. الحين مو قادر اختار. الفترات اللي طافت كانت توافيج على قولتهم توافيج رب العالمين. الاختيارات اذا انتم تشوفونها زين هذه ما كانت اختياراتي، هذه كانت توافيج من رب العالمين. سبحان. اكيد. زين، ذكرت المسرح والتجربه المسرح مو جديده عليك، لكن مسرح الكبار تقصد. اي. التجربه مع جروب البلام ودخولك في هالمسرح، يعني كلمنا عنها. عرضته في قطر الحبيبه والحين العروض جايه ان شاء الله بالكويت. حلوه وصعبه. حلوه وصعبه. ما شاء الله البلام، محمد رمضان، احمد العنان، ولا يكسرون بالباجي، بس هذول وحوش يخوفونك داخل المسرح. صح. على قولتهم قاعد احاول اعشق وياهم. ان شاء الله تحضرون عندنا المسرحيه تشوفون على قولتهم، خلونا تشوفوني بالصوره اللي انتم متوقعينها مبدئيا. بس ان شاء الله يصير احسن. ان شاء الله يصير احسن. بس بقول لك ما شاء الله احمد من الوجوه اللي سبحان الله الكاميرا تحبه وايد. لا قبول وعنده قبول لا اله الا الله. من اول عمل طلع فيه والله العظيم كنت اقول ان هذا الولد راح يكون يعني نجم وايد. قلتي ولد يعني صغير انا. اي لا صغير، ترى الحين شباب وايد نجوم ترى طلعوا من ايد دكتوره غدير، يعني وكانت تنبأت لهم بهالشيء. فانا يعني شفت عمل قبل كم يوم فيلم حق شخصيه معروفه وايد. انا كغدير وايد تقبلتها بالسوشيال ميديا. عرفتها. بس انا ما تقبلتها سبحان الله بالفيلم هذا. بالفيلم. ودقيت ترى عليها كذا مره بس ما ردت عليه عشان كنت بتناقش معها. انا احب كذي. يمكن كانت تدري بتقولي لها ما هالكلام. ادري، كنت بتناقش معها اقول لها يعني هل في ظروف بالعمل ما خلاك تكونين يعني مثل السوشيال ميديا بقوه السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا قويه مكسره الدنيا. صح. بس بالعمل سبحان الله يمكن ما ادري كممثله غدير في ناس للحين عندهم رهبه قدام الكاميرا. ممكن رهبه الكاميرا تخوف. اي، غير عن التليفون يعني والسوشيال ميديا. تخوف. في يوم من الايام انا عندي طالب وايد قوي عندي بالمسرح، كان وايد قوي ويجنن، ورشحته حق دور. حلو. ووجهه وايد حلو على الكاميرا. فشلني. تخيلوا والمخرج قال له اكشن. طالع لا ليش؟ واول مشهد حقه قدام منو؟ قدام حسين مهدي. وتعرف حسين مهدي ما شاء الله خلاص لا اله الا الله، ياكل الكاميرا. ياكل الكاميرا ما شاء الله. الولد تخصبق. تخيلوا بنص المشهد قال لا خلاص استوب بس ما ابي اكمل. مسكين. والحين ممثل وايد زين. رد. زين قدر على هالطاري، يعني اللي قاعد يطلعون الحين في السوشيال ميديا مواهب جميله. يعني قاعده اشوف ان المنتجين مستفيدين من شهرتهم اكثر من موهبتهم الفنيه. هل تشوفين هذه الظاهره صحيحه، او هل تشوفين ايضا في فنانين طلعوا من خلفيه سوشيال ميديا لكن هم قوايا الحين؟
عبد الله تذكر. تذكرين الحركه هذه؟ تذكر اللقاء اللي وديتني قاعد بداخل. تسال فاطمه وانت قاعده طالع كذي. شوفي كان في لقاء بيني وبين عبد الله ببداياتي وسألني هذا السؤال: هل أنت توافقين بدخول الفاشينيستات احنا حافظينه بالصم انا وياك غدير. بعالم التمثيل؟ قلت له لا، بس بشرط ان اذا هي عندها موهبة التمثيل احنا اول ناس نشد على ايدها ونساعدها ونرفعها حتى بدون تعليم. بدون تعليم. في ناس سبحان الله ترى هم عندهم هوايه من موهبة، الله. إيه. لا احمد مو خريج معهدنا بس فضحتيني، ما شاء فضحتيني. الله ما شاء الله عليه، يعني عنده هوايه وعنده قبول وعنده ارتجال يخرع. انا مثله معاه، هو مو قدامه وهو يعرف انا ما اطبل حق احد، بس هو عنده ارتجال ما شاء الله معاك على طول يرتجل. حلو. فقلت انه اذا بس انا اقول يعني خلوها على الدعايه والاعلان حلوه. ما قامت الدنيا، ما قعدت. الحين مره ثانيه بالحين حكيتي مره ثانيه. لا 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 ليه اليوم بالعكس. نفسايج غدير؟ لا انا نفس رايي، اذا انت داخله الوسط وتزاحمين الممثلات بس كاسم بالسوشيال ميديا حرام. ليه الحين؟ ليه اليوم وليه باكر وليه ان شاء الله اعتزل راح اقول هالجمله: لا تزاحمين الممثلات، انت اسم الله عليك مشهوره بالسوشيال ميديا، يا اخي خليك في مكانك، حلوه في مكانك حلوه، لا تدخلين التمثيل وتاخذين مكان غيرك. مو انا ترى ولا واحده فيهم بعمري. زين غدير، بس خلينا نكون واقعيين، يعني مو هي اللي تقرر اني انا ادخل السوشيال ميديا، قاعدتي لها اوفرات من منتجين مخرجين. هو وتعالي. الخطا المنتج هذا إيه، يعتبر. بالضبط. اي لا وحتى فتقول هي- خل اجرب يعني حظي. هي تقول خل اجرب، والناس اللي حوالينا اللي يحبونها اي جربي. يمكن في ناس عندهم نظره وما عندهم نظره، يشوفونها اي تعرف تمثل ويشيشونه. احنا كلنا كذي يعني. صح، وفي ناس شطار. تجربياتها على قولتهم إيه. احنا مساء نتكلم عن الفرص، هي شافتها فرصه استغلتها. هذا الرك انا اشوفه على المنتجين. المنتجين هم اللي قاعد يختارونهم، هم اللي قاعد يخلونهم يكونون، ما نبي نقول يزاحمون، يكونون مكان مو مكان. انت ليش ما تزاحمهم بالسوشيال ميديا؟ انا والله حاولت بس ما اقدر. ليش؟ لساني فالت. لساني. اوكي. زين احمد، حصلت كذي قبل ان دخول فنان عليك في السوشيال ميديا ومثلا ما تعامل في يعني وقت التمثيل باحترافيه؟ لوكيشن. إيه. مسرح ولا تلفزيون؟ اكثر من عمل، يعني اكثر من عمل، ما بدون ذكر اسامي. بس شو تقول، رب العمل يبيهم انت تسوي شغلك وتخليه هو يسوي شغله، لا يزاحمون ويتعاملون معاه، يعني يتعاملون معانا. طبعا البعض ما عشان لا يزعلون. إيه البعض يتعاملون البعض يتعاملون كانه هو صار نجم، إيه. كانه ما يتقبل نصيحه، ما يتقبل يتكلم. لا يتقبل نصيحه، ويكون اسلوبه شوي خلينا نقول ناشف. اي يعني في هذه ما يبي ينطر. شوفة النفس هذه فيها الموقع هذه على قولتهم. والله تصير. اي والمنتج على فكره، والمنتج يضبط له. يداحرك على 100 دينار، بس ما يداحره على ولا بعض المنتجين، لا كل المنتجين. كل زين المنتجين. ايش معنى ليش تسعيره اللي بالسوشيال ميديا ثابته ونكاسر اللي موجودين بالوسط الفني؟ نمون عليهم. صح، نمون عليهم عليهم. خلاص ربعنا وايد، احنا ربع. صح. اي ربع مدير إنتاج ودائما العمل ما في ميزانيه، سبحان الله ما ادري متى الميزانيه يا ربي. انا للحين ناطرتها، صار عمري 52 سنه للحين ناطر الميزانيه. للحين. يمكن هذا الشيء الحين يخليني أسألكم، هل يعني كونكم ممثلين وأيضا أفراد طاقم عمل تصير بينكم يعني عشرة صداقات؟ صح. ويمكن هذه تأثر عليكم في الأدوار والمساحة الدور، في الأجور أيضا. وايد نسمع فنانين يقول أنا خلاص بطلت أصادق في السوشيال ميديا، عفوا في الفن حتى أخذ حقي. صح. هالشيء قاعد تحسون فيه؟ انا تقريبا انا يعني كلهم زملائي وكلهم حبايبي، بس انا ما عندي، بس يخلص الشغل السلام عليكم. ما صادق، لان
احنا حتى كفنانين ما عندنا فرق بين الحسد وبين الغبطه على قولتهم، ان انا والله انا ودي اصير نفسك ولا انا احسدك، في عندنا هذه المشكله. فما رافج خلاص يصير على قولتهم في حدود، خلينا نقول تكون بعيد لا تكون قريب زياده عن اللزوم، لان من نصير وايد ربع ننظر من الفنانين وايضا ننظر مو طبعا ما اقول من سوء نيتهم، بس من باب الميانه. يعني انت صاحبي بيك اقول لك والله انا على قولتها ماكو اجور، ولا نزل لي، ولا خلني اليوم اتعبك، ولا مثلا خلصت انا جدولي شهرين خلصت تصويري بقعدك بعد اسبوعين ما يخالف انا امون عليك، ولا هذا كله احنا كممثلين ياثر علينا، لان انا مرتبط بعمل ثاني، مرتبط بامور ثانيه. فالصداقات الخفيفه ممتازه، صداقات العميقه هذه والربع ما اعتقد انها. توافقين غايه؟ بس على حسب والله، يعني انا عندي صداقات وايد تينن، يعني انا تربطني مو صداقه، انا يعني تربطني اخوه ببثينه الرئيسي، اختي تدخل بيتي وادخل بيتها، وعشرتنا وايد قويه وايد قويه. وبالعكس يعني هي كانت السبورت حقي وانا السبورت حقها، واحنا علاقتنا وايد قويه مع بعض، تربطني علاقه صداقه واخوه عجيبه مع محمد انور. لما انت ما تربط الصداقه بالشغل هني العلاقه تنجح 100%. يعني مثلا انا الحين محمد انور كاتب ومخرج، ما يصير لانه صديقي واخوي فلازم كل عمل اكون معه، ولا انا ازعل منه، مش دعوه، ترى الاقربون اولى بالمعروف. وهذا الحين اللي صاير في السوشيال ميديا، سالفه الجروبات، خلاص كل جروب قام يشتغل مع بعض. فاحيانا صراحه احنا كمشاهدين حتى لو تتغير القصه نحس كأننا شايفين المسلسل هذا قبل. صاحبنا هذا اللي دائما ياخذ دور الشري هو نعطيه دور الشري، وهذا صاحبنا اللي ياخذ دور الحبيب، ونفسه نفس الجروب ونفس الويوه ما تغير. عاد انت دائما يعطونك شري. الحمد لله طلعت من دور الحبيب، هذا ذبحوني بدور الحبيب. كان حبيب فتره وستاند اب كوميدي بعد، يعني اشتغلت فتره. بدايتي قبل لا ادخل التمثيل كنت جربت الستاند اب كوميدي. وليش الحين خايف من الكوميديا عيل؟ ولا تفرق ولا شو؟ لا لانه ما تعرف شلون لما تتعلم لغه جديده وما تمارسها يبي الممارسه. يعني يمكن ساعه سالتني ايش قلت لك انا للحين يخاف شوي مع البلام، بس قاعد اعشق شوي على قولتهم الارشاب قام يركب شوي فيبي لها تمرين. شلون تعامل ويا حسن البلام كنجم على المسرح؟ لا عجيب ومسانده لك اول مره تدخل على قولتهم قلت لك هو وابو فواز احمد العونان، انا اتحكم مكراسين بالعمل مو مقصرين وياي. يعني لدرجه البلام يقول لي قط علي يا اخي، قط علي ما راح ازعل. ساعات انا ادري جديد انا عليهم فاخاف اقط هني قطه يفهمها غلط ولا يحسها شخصيه ولا هو ما عنده مشكله. شيء حلو اذكر حتى في مشهد من المشاهد بالمسرحيه لبس غلط، فدخلتها انا علقت على اللبس وخذينا سكسي ضحك عليه الجمهور عشان يقول لي بثبت اللبس هذا. فيعني هو وايد متعاون معي وايد، يعني قاعد يعطيني هذه الفرصه ان انا ان شاء الله اصير فنان كوميدي على قولتهم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تستاهل كل خير. ايش نختبرهم بالفنانين اللي قالوا ما في وايد صداقات يمكن بالوسط، بنوريهم صور فنانين يعني وهم صغار، نشوف تعرفونهم الحين بعد ما كبروا ولا لا. والله يلا خلينا نشوفها مع بعض. بنشوف صورة قديمة ونسمع قصة قصيرة، وبالأخير بسألكم عرفتوني؟ ما أدري بس أنا أحس إنه وجهه منو هذا؟ حسين منصور. ترى احنا ما ندري احنا شنو الفنان. حسين منصور ويا حسين منصور. زين واحمد شو تقول؟ انا صغير عاد ما لحقت عليه ابيض واسود ما ادري. احمد ترى ما لحقت. واحد اشتغلتوا معاه بينكم؟ اشتغلتوا مع حسين منصور؟ انا اشتغلت مع حسين منصور، عملين مع حسين منصور. انا بعد اشتغلت مع حسين منصور. شوف العين اي دققي صوب العين الحاجب هني راح تصيدين. شوف الشعر فرق بين الحين خالد امين عدل خالد امين. خالد امين. اي تحياتنا له الاستاذ الدكتور خالد امين. يلا نشوف الصوره الثانيه. شنو فنان ولا واحد ولا واحده ولا فنانه؟ سعاد عبد الله. ام طلال معقوله؟ ام طلال؟ احمد شو تقول؟ انا بس اطالع لا ما اعرف الواحد فيهم بس ترى احنا وياكم يعني حالنا حالكم.
اي والله طلال. الله عليك. ما شاء الله عليك. للحين ترى غدير 2-0. قلت لها إيه، غششيني فايزة. والله ما غشيتني والله قلت لها غششيني. لا ما غششك. بعد هذا اول عمل اعتقد مع إيه، طلال. ثريا. ثريا كان ايه. حياة الله يرحمها، حياة الفهد. لا حياة لا انا احس انها مرحومه، هي فنانه مرحومه. عايشه عايشة إبراهيم. ابراهيم. مو قاعد تعطيك فرصه غدير. بقول لك مو اهلتني إيه. شو مسابقه. اي والله صدق عايشه ابراهيم. والله عادل الله يرحمها. من وين مطلعين الصور هذين؟ وعاد هذا وايد صغير. منو؟ هذا فنان؟ كنا ولد اخوي. احمد دورك. والله ما ادري. فنان كان مسلسل دارت الايام، يلا عشان اسهل لكم. بريتشي. احمد ما انا خالد البريتشي. مرة ثانية ماني جاي معاك. ما تخليني أجاوب. ابو شيخه تحياتنا. مرة ثانية أي برنامج مسابقات خليك وياها على طول. فريق خلنا أصير. فريد. شنو من الفنانين اللي مروا علينا ودكم يعني في موقف معاه ودكم تقولوا له شيء؟ ايش رايك احمد؟ اللي طلعوا كلهم ترى انا ما اشتغلت الا مع خالد امين. خالد امين. خالد البريتشي كان في فرصه بس ما اكتملت. طلال وصل برسالتي حق خالد امين. خالد امين اقول له مشكور، لان انا من بديت بالتمثيل يمكن هو اول شخص مسكني من ايدي ودار باله علي، سواء بنصايح، سواء بتوجيه، سواء حتى بساعات استشارات شخصيه مثل ما يقولون. فاقدم تحيه حق اخوي خالد امين. اكيد يستاهل. غدير غدير. منهم من الاسماء اللي مرت؟ والله شوف كلهم الصراحه يعني لهم. عايشه ابراهيم طبعا ما لحقت عليها، بس طلال انا من الناس اللي اول ما اشتغلت معاها اول عمل فكانت هذه جملتها حقي، ان انت في يوم من الايام راح تكونين نجمه وهذا العمل انت مو انا. وكانت دائما تعطيني القفله عندي، ما كانت ما عندها هذه الانانيه ولا عندها انه لا انا ام طلال شلون وحده اول مره تمثل القفله عندها، ولا في وايد ناس كذي ها. لا القفله لازم عندهم صح. قفله المشهد لازم تذبح عمرها ولا يذبح عمره عشان القفله عنده. فهي ما كانت كذي ابدا. وخالد خالد مو بس صديق خالد ولا زميل. خالد أمين ولا البريتشي؟ خالد أمين مو بس صديق ولا زميل عمل. خالد أخوي 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 يعني بمعنى الكلمة. سبورت حقي بطريقة ما تتصورينها في كل شيء في حياتي، حتى الحين بالمطعم كل يومين هو عندي. هو عاد يحب الاكل. وش يسوي؟ يعزمني. يقعدني على الطاولة لو سمحتي طول ما أنا موجود أنت زبونة. قاعدة هات اخذي المنيو يلا طلبي شنو تبين واطلب واكل وعلى حسابه بس المطعم. حلو هذا الدعم اللي يصير بين الأصدقاء والفنانين، حتى جداً. لو الواحد يفتح بزنس بالعكس يساعده يعني من كل الجوانب. هل هالشيء قاعد نشوفه بالفن اليوم؟ في الدعم اكيد لو خليت خربت. في اكيد في ناس تدعمك، في ناس تساعدك، في ناس تشيلك، بس مو وايد. صار ما ادري شنو صاير معاهم، صار حسد، غيره، كل واحد يضرب الثاني عشان هو ينجم ويطلع. بالنهايه يعني اختلف الوسط الفني عن ما كان عليه قبل. اي امانه يعني ممكن انت دائما تشتكين قبل غدير تقولين ان انا ما يعطوني مساحات ادوار زينه او اسمي في بدايات المسلسل ما قاعد ينحط بالترتيب الصحيح. للحين اقولها وللحين انا يمكن اكثر ممثله انظلمت. للحين اقول حق نفسي انا اعرف قدراتي وانا اعرف نفسي. هو مو ان انا نرجسيه ولا شايفه عمري ولا اتكلم عن نفسي، لا انا اعرف قدراتي. انا عارفه شلون انا لما اوقف، عارفه شلون اادي الدور وعارفه شلون اعطي من قلب وعارفه بالتايم وعارفه احفظ النص حفظ. انا انظلمت. انا انظلمت يعني بكل شيء. انت تعطينهم الفرصه غدير يخلون اسمك متاخر، بتسكتين عن حقك في مسلسل من المسلسلات؟ كل المسلسلات. فاقول عادي، اهم شيء الدور هو الناس قاعده تتكلم عني
زينه والناس تنطرني، وايد ناس يقولون احنا ننطر مشاهدك تعطين من قلب، هذا بروحه كفايه. عشان كذي خلاص ما يهمش. اسكت. انا انظلمت من ناحيتين، انا انظلمت ادبيا وانظلمت ماديا. فهذا اللي وايد يزعلني، وهذا اللي يخليني اعك بريك. إيه. مو اي عمل راح اروح، ولا اي اجر راح اخذ، ولا مع اي منتج راح اشتغل. لا، المنتج اللي يقدر غدير، يحترم مكانتها الفنيه، اشتغل معه. تقدير والاحترام يعني سوري قصبا على الكل، يبي يقدرني ويحترمني. لا انا طبيعي. اقدر الكل واحترم الكل، لكن تعطيني مكانتي الادبيه وتعطيني مكانتي الماديه، راح اشتغل معاك. غيرها فالثقة اللي كانت تقدمها غدير بالسابق اليوم ما راح تتنازل لا. عن مكانها، لا أجرها ولا باسمها. لا ابدا ابدا ابدا. زين، وأحمد شنو شروطك في الأعمال الفنية؟ أشياء ما تتنازل عنها. والله اشياء احطها بالعقد. مثل شنو؟ مثل شنو؟ يعني وقتي مثلا على سبيل المثال انا ما اتنازل عن الوقت، اذا لازم يعني مهم جدا عندي. انا مثل ما قلت انت انا عندي اعمال وايد، فالحمد لله قاعد ادخل عمل ورا عمل ورا عمل. فانا بالنسبه لي عامل الوقت هذا عامل مهم. فعندي واحد من الشروط المهمه ان الوقت ما أنه اتنازل عنه. يلتزمون في وقت التصوير. يعني مو الكل، خلينا نقول اللي اتعامل معاهم فيه بالعقود، مو حبيا، هم اللي اقدر انا على قولتهم الزمهم في الوقت والزمهم بالشروط اللي انا ابيها. بس انا حاليا يعني مو مثل الاستاذه غدير، ما بقول اقدم مني اكبرك، بس نجوميتك اكبر مني، فهي ممكن هي من حقها ان هي تقول اسمي مني. وانا اعتقد باعتقادي انا اعتقد ان مبكر ان انا اختار والله اسمي وين بيطلع بالمكان الفلاني ولا. فقلت لك اخذ على الاشياء اللي هي الاشياء اللي تهمني خلال العمل، اللي تريحني خلال شغلي بالمسلسل او. حلو. بس يعني اعمالك احمد يعني معلمه، ويمكن اكثر اعمال كانت ناجحه بالفتره اللي طافت. اذا اليوم في رف تبي تعلق فيه اهم الاعمال واللي ما تتنازل عنها، تقول هالاعمال لازم هي كانت مهمه بمسيرتي وبخليها بهالرف، شنو هي الاعمال اللي تذكرها؟ الاعمال المهمه يعني عمل جناية حب اللي صورته السنة اللي فاتت، أنا كان دوري صغير فيه تقريبا، بس واحد من أحب الأعمال إلى قلبي الصراحة، لأن كتابة الأستاذ أبو ثينة تخوف. وجدا استمتعت مع الأستاذ سعيد الماروق، من المخرجين اللي يوقف على راسك، يطلع الفنان اللي داخلك، يطلع الفنان اللي داخلك. يمكن بعد من الأعمال العزيزة على قلبي مسلسل سجين النصاب، اللي هو اللي كان الجزء الأول إخراج محمد دحام الشمري. أمينة حاف لأنه يمكن هو اللي عرف الجمهور علي بس تقريبا. هم كلهم أعزهم، بس هذا اللي ممكن يعني الأكثر. يعني مثل سولفنا عن اللي هو مسلسل من الحرم لك. من الحرم لك هو متصل منفصل، كل 3 حلقات قصة. ها كوميدي كان؟ لا مو كوميدي، لا قصص واقعية. قصص واقعية. بس في واحدة من هالشخصيات اللي مثلتها لليوم أنا شخصية وايد عزيزة على قلبي. مو خوش شخصية شرير كان على قولتهم، خلينا ريال بطاء على قولتهم عاطل اللي خذ زوج بنتك بس من يعني جدا استمتعت في وقت الشغل فيه، فللحين احبه. فهذا معناته ان في شخصيات ساعات تقدمونها كفنانين يمكن ما تعلم عند الجمهور او ما يذكرها، لكن فنان يكون مرتبط فيها. ذكرتوا بالبدايه ان جمعكم مسلسل جنيه من سنوات، يمكن العمل ما اخذ حقه، ما انتشر، ايش رايك غدير؟ صح، العمل ما اخذ حقه، مع ان العمل يعني انا بوجهه نظري اشوفه عمل وايد مختلف. صح، كان مختلف، بس اعتقد ما تنفذ بالطريقه المناسبه. او خليني اقول لك شغله، يمكن العالم تعودت على يعني النمط الخليجي. عمل جنيه ما كان نمط خليجي، كان غجري باللبس وبالشكل، ويمكن الفانتازيا شويه اللي فيه كانت للحين العالم مو حابه هالاعمال، ما عندها ثقافه. المفروض يكون تراثي ولا لا هو كان رعب. هو رعب عادي. رعب. بس بقول لك شغله، الكاتب علي الدوحان لما انا قريت العمل ترى ما كان كاتبه بالصوره اللي قدمها المخرج. صح. كان كاتبه بيت خليجي، مو محدد وين. صح. بيت خليجي، دراريعنا والعبي والدنيا والبيوت القديمه، وان هي شخصيه سدره، شخصيه ملبوسه وتحضر ارواح وتسوي صوره من
من ريلها. ريلها علمتها كل هذا. بس لما هي المخرج حسين شوكت مخرج مصري كان يبي يحط العمل باطار عربي، الطابع العربي. ايوه الطابع العربي بالطابع اللي هو متعارف عليه، واللي فوداه وايد اجنبي، وايد عربي، وايد. عشان كذي الناس ما حبته. بس كعمل انا وايد احب سدرة، انا وايد احب الشخصيه. كعمل الملابس والديكور كان وايد حلو، بس حسافه ما اخذ ذاك الصيت. احمد غدير انهت الجمله في بس حسافه، وانت قلت مؤخرا عن عمل ابدعت فيه صراحه، القميضه. الله يخليك. قلت انه حسافه، ان النهايه كذي. انتم الحين لازم تزعلون هبه حماد علي. هذا انت مصرح. خلاص يا اخي ينسون الناس. لا حبيبي الناس ما تنسى، بس بقول لك. لا شوفي، للحين اقول نفس الكلام، لان ما ادري، يمكن لان انا حبيت شخصيه مرزوق، كنت اطمح ان تكون نهايه مرزوق غير النهايه هذه. ممكن هذا يعني اتوقع ان هذا وجهه نظري انا، لان اغلب الناس حتى على كاركترك بس يعني على يعني شوفي يعني انا كان باعتقادي لو انه ما ختمت انا الحلقه اعتقد كان افضل، يعني كان في افكار افضل من زين. عادي اسال سؤال اصير انا وياك. زين لو انت الكاتب شنو كنت راح تختم مرزوق المسلسل؟ شنو كنت راح تختمه؟ انت شنو حاب؟ انت كممثل شنو حاب؟ احنا ترى كذي بعض المرات نحب ما فكرت فيها، لازم نهايتنا كذي، لازم نكون كذي. ما فكرت فيها. انا حبيت نهايه حنني خصوصا ان الجمهور حبها. عن بس نهايه مرزوق يعني اوكي، خلينا نقولها نفس الفكره، انه هو خلينا يظفر في حب البنت اللي هو يبيها، بس مو بهذه الطريقه حسيتها شوي ما اقتنعت خياليه. ما اقتنعت فيها. ما اقتنعت فيها بعد ما صرحت بالتصريح. يعني هو هي ماخذه من ابوي نص مليون وانا مو عشان الحب خلاص انسى نص مليون. يعني شوي حسيتها مو منطقيه، مو حلوه، حسيتها مو منطقيه، او انا كاحمد طمعت ان تكون النهايه اقوى من كذي. في احد لامك بعد ما صرحت التصريح عن المسلسل؟ احد تواصل معاك؟ لا عشان شيء تبيهم ينسوا؟ ما بزعلهم. انزين، ما تبي تزعلهم، ليش تزعل الناس اللي بالسوشيال ميديا بمنصه اكس ترد عليهم وحار دائما وياهم؟ عشان كذا اقول لك انا ما المفروض اصير فاشينيست على قولتك. انا حتى قبل فتره صارت لي مشكله بالاكس، يعني مسحت الابلكيشن، ما شلت الاكونت، بس مسحت الابلكيشن عشان لا اشوف، لان انا فيني هالعيله هذه. قلبك حار تحب ترد. ما اعرف ما ارد. ما اعرف ما ارد، يعني انا قاعد احاول كثر ما اقدر، انا ما غلط مثلا، ما اشتم، ما بس مع العصبيه لابد انك تقول شيء غلط. بس ترى يعني ساعات الجمهور عاوز كذا، ساعات الجمهور متعب. لا يعني يحب انه يكون الفنان يتجاوب معاه، يرد عليه. يتجاوب بس هم الناس يعني يخلونك تنرفز. مع احترامي لهم ينرفزونك يعني. ما تقبل النقد شكلك؟ لا مو النقد، هم ينرفزون، يعني يوصلون لمرحله التجريح. كنقد ما حد عندنا، يعني انا دارس فلسفه بجامعه الكويت، فاحنا ندري انه هو النقد مو لازم يكون سلبي، يكون سلبي يكون ايجابي، هو نقد. صح. بس هم يوصلون، هو النقد عندهم بعض الاشخاص النقد مشوه، النقد بغرض التجريح، بغرض لفت الانتباه، غرض ان انا اخليه يرد علي. يعني انا في مره من المرات واحد يغلط علي وانا اضحك معه، او يغلط علي وانا اضحك معه، اخر شيء دخل علي بالخاص يقول لي انا ما توقعت انت ترد علي، والله اني احبك. يعني عرفت اللي ليش مسوي كل هالليله قبل؟ اتنرفز عشان ما انطر لما هو يدش علي ويقول يعبر لي عن معزتي او معزتي. على قولتهم حارب فما قمت ارد خلاص. ثاني فنان بس انستغرام الحين. انت الحين ثاني فنان يمسح اكس. بدر شعيبي سوى الخطوه هذه وانا بدر شعيبي نفس الوقت كله منه. انا ما ارد. وغدير ما تردي، ما في تفاعل ابدا. ينقزون، يحطون، يشيلون. ما انا فيني طب ما اشوف التعليقات ولا يجي بخاطري انه لا انا ما اقدر، انا كل نص ساعه ادخل كل نص ساعه ما فيني هذا الطب والله، ما فيني هذا الطب. اشوف شنو الناس معلقه، شنو قايله، شنو الدنيا، شنو يعني. شوفي ما شاء الله اكثر من المطعم شيء وايد يهمني. لا انا عندي وحده هي ماسكه لي السوشيال ميديا، ترى هي اللي تدز وتسميني ماما تشوفي شنو كاتبين، شوفي.
ماما ما شاء الله احنا بجوجل صرنا 4.9. فاضحك الله. اقول لها والله الحمد لله زين شوفي ما عندي لا خلاص ادري ان الناس فهي تدز لي فخلاص صار عندي وحده تدز الاشياء وانت ما الحلوة. تشوفين مريحه الأشياء. راسك. انا ما اشوف اي شيء سلبي ما احبه في حياتي، اي شيء سلبي في حياتي ما اشوفه ولا اتطرق له ولا ارد عليه، لان انت ما تدرين الناس اللي خلف الشاشه شنو نفسيتهم، أكيد. شنو حياتهم، شنو عقدهم النفسيه، ما تدرين. شنو بيئتهم او شنو شنو البيئة؟ ثقافتهم صح، ايضا. صح. شكرا. انا عندي لك اقتراح، خلي احمد يمسك لك السوشيال سكر لها ميديا. المطعم. سكر لها المطعم. يسكر حياتي كلها. انزين يمكن غدير الناس تسال بعد يعني هالخطوه كانت تعتقد الناس ان غياب غدير بسبب المطعم، واليوم صرحت بان لا ما له شغل، الاعمال اللي قاعد تعرض عليها غير مناسبه. في خطوه جايه، في عوده الى المسرح مثلا تفكرين فيها؟ وين شايفه غدير ان شاء الله بالاونه اللي جايه؟ اي ليش لا، بالعكس انا اذا يعني اذا وقفت المطعم على ريله، واذا حسيت ان انا اقدر ان انا اثق بالناس اللي ماسكه معي المطعم، مع الشيفات اللي عندي، مع ستافي، مع احس انه خلاص لو انا اغيب عنهم يوم يومين ادري انه خلاص المكان راح يندار بدوني. اي ليش لا، واذا كان عمل صجي واذا انا ترى بقول لك من الناس اللي كنت اقول مستحيل ان انا ممكن ادخل مسرح الكبار، بس حبيته بطريقه ما تتصورها. يعني الله يعني تعرف لما دخلت مع المانع الاطفال حلوين بس الكبار متعه ثانيه. متعه ثانيه مختلفه 180 درجه. بالعكس اذا يعني دور، اذا يعني عمل يعني مع ناس اقوياء، لا ايه راح اروح. من ودش من المسارح الموجوده اليوم صايرين يعني مسارح جروبات، فانت اي جروب حابته حضرتي له مسرحيه الفتره اللي طافت؟ إيه صح؟ كلهم حلوين، كلهم حلوين والله. شوف كلهم حلوين، بس ترى الحين احنا عندنا الكبار يعني قليلين. شوف انا وايد اميل حق مسرح مبارك. المانع. ليش؟ يمثلني وايد. أي. مسرح يجمع ميكس، بين يجمع بين الاكاديمي صح، والكوميدي. نعم. فهذا اللي انا حبيته في مسرح مبارك، ودائما يطرح مواضيع قويه. وانا من الناس اللي لما جيت حتى بتخرجي، مشروع تخرجي كان عمل سياسي، صح. فانا من عشاق الاعمال السياسيه وايد، من عشاق مسرح السياسي. فعشان كذي يشدني وايد مسرح مبارك وايد، دائما اعماله سياسيه جميله وبروح وايد خفيفه. حلو. واحمد يعني لو يلك الحين بنفس الوقت مسلسل وايد حلو ومسرح حلو، شنو راح تختار؟ اوه صعب. وايد. والله صعب، لان انا جدا الحين حاليا جدا مستمتع انا مع جروب البلام الصراحه. اي. بس احس الدراما ملعبي اكثر، فالاختيار راح يكون صعب. يعني هو الجهد يصير اكثر على الفنان وين، بالمسرح ولا بالعمل الدرامي؟ انا اعتقد بالعمل الدرامي. لا والله بالمسرح تمام. المسرح انا كل يوم قاعد ابني الشخصيه، وكل يوم قاعد اضيف عليها، وكل يوم لين تصير سهله. العمل الدرامي انا قاعد ادش بنفسيات سوري، في اعمال انا ادخلها بعد ما اطلع من العمل اتم لازقه الشخصيه للحين متعقد. متاثر فيها. متاثر فيها. المسرح لا، المسرح قاعدين خاصه مسرح الكبار قاعدين نضحك وقاعد نبني الشخصيه، وقاعد احس التعب اكثر بالدراما. انا من وجهه نظري. ما ادري، بس مواجهه الجمهور هذه قصه ثانيه، هذه قصه ثانيه. ايه رهبه فيها، وممكن تغلط بشيء، ممكن تقول شيء لا بس يعني جمهورنا حبايب، تغلطين يضحكون معك. ايه. الحين جاي حق احمد مع جمهور الكويت ان شاء الله بالايام إن شاء الله الجايه تشوف ان شاء الله رده فعل. احمد اول مره يبي يلتقي مع جمهور الكويتي. بس اقول انا اخاف منهم لان خطير. الكويتيين خطير ما يرحمون. عجيب. انت صرت دمك خفيف حبوك، اذا صرت مليق يصعدونك بست. لا وانت مو مليق. يلا انت بس حبيبتك امسح عيني كل ما ضامك الذهب. الابلكيشنز السوشيال ميديا، امسحهم كلهم وقدم المسرح. يصير صعب لما الفنان يعرف طعم النجاح ويوصل حق مكانه معينه انه يغيب فتره مكانته تتغير، ولا خلاص المكانه ثابته عند الجمهور، والجمهور اللي يحب الفنان يظل يخليه بهالخانه؟ يظل بهالخانه. وبالعكس انا تدري بقول لك عيون المطعم. والحمد لله يا رب، شكرا. وكل يوم اقول شكرا يا رب، شكرا يا رب، لان
اكثر خطوه كنت خايفه منها، لانها خطوه وايد تخوف، لانها مسؤوليه كبيره. عكس المسلسل يا اخي روحي قدام الكاميرا غلطتي تبي تعيدين تبي تعيدين، لكن هذا اكل تبي توكلين الناس، كل الناس هذه جملتهم ما شاء الله الاكل على اسم المطعم، بس ترى نبيك بعد على الشاشه، نحبك نبي نشوف لك اعمال وينك، نبي نشوف شخصياتك وينها، فهذا اللي زعلني زياده. اذا ما فكرتي تطلعين بعمل فني في طبخ او مثلا البرامج الخاصه بالطبخ؟ أنبلا ودي ان شاء الله، يعني انا قبل كم يوم قاعده اتناقش مع خالد امين بهالموضوع، وامانه يعني بكيت، يقول كنا صب علي شيء ما بارد. هذا الصديق اللي انا احبه، وهذا الاخ اللي انا اقول لكم دائما يعني يعطيني البوش. فصح فكرت فيها، اي صح ابي اسوي عمل باطار يعني اذا مو مسلسل السنه الجايه نشوفك ببرنامج طبخ برمضان باذن واحد أحد. واحنا ذكرنا الطبخ للحين ما جربنا شيء. لعبة برد. اي برد ووصلنا حق نهايه الحلقه. بس انا زعلانه منه ترى، قلت له انا زعلانه منك. انا زعلانه لانه المفروض هو يعني اول شخص يلا الحين ياكل اكل ويدوق. الحين اول شخص راح يجرب المحشي ويانا. يلا انا قايل بيك الصف نطري انت. يلا نبي نجرب احنا الاكل بعد ما نشكركم على وجودكم اليوم معنا بليالي الكويت، ما قصرتوا ونورتونا ونورتوا حلقتنا اليوم. على راسي تسلمون. مشكورين على وجودكم، وايد استمتعنا بالحديث معاكم، وان شاء الله اكيد تجمعنا معاكم لقاءات جايه. وبكذي مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نقول لكم تصبحون على خير. فما